وصفتنا النهاردة ميكس رهيب بين العيش الشمسي والخبز التركي. لما تجربوا الوصفة بجد هتعتمدوها. اقولك ازاي تفرزيها وازاي تحتفظي بيها برا الفريزر لأطول فترة ممكنة. لايك وشير لو عجبكم الفيديو. صلوا على رسول الله. اول حاجة عشان نعمل وصفتنا للنهاردة، عندي كيس من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق، هاخد منهم حوالي 4 معالق كبار من الدقيق على الخميرة والسكر، وابدأ اقلبهم كويس قوي مع الخميرة والسكر. وبعد كده بنزل عليهم بكوباية من المية الدافية بنفس الكوباية اللي عيرت بيها الدقيق. بدوب الدقيق والسكر والخميرة كويس قوي في المية، وبعد كده بغطي عليهم بكيس بلاستيك وبطبق، وبحطهم في مكان دافي لحد لما تخمر معايا، واتأكد ان الخميرة معايا نشطة. شايفين فوم يا جماعة؟ لازم توصل معاك للمرحلة دي، هتاخد معاك حوالي ربع ساعة. بعد كده بنزل ب4 معالق كبار من الزيت، بننزل بمعلقة كبيرة من الخل، بقلبهم. وبعد كده بنزل بباقي ال4 كوبايات من الدقيق، بنزل بمعلقة صغيرة ممسوحة من الملح، بقلبها مع الدقيق. وبعد كده بسمي بسم الله وببدأ أعجن العجينة. عندي كمان كوباية من المية ونزلت بالنص، والنص التاني هنزل بيه تدريجي على العجينة. طبعا ال4 كوبايات من الدقيق أخدوا معايا كوبايتين إلا معلقتين كبار من المية. هنا النهاردة محتاجين عجينة كده تكون معانا طرية زي ما انتوا شايفين. احنا مش بنعجن، احنا بنرب العجينة، يعني بتبدأي كده تدخلي لها هوا لحد لما تبقى الملمس بتاعها ناعم معاكي. زي ما انتوا شايفين كده بتعجنيها بالطريقة دي، بتدخلي لها كده هوا وتنعمي العجينة. هما دول اللي اتبقوا معايا معلقتين كبار من المية. دلوقتي بصوا العجينة ملمسها اتغير وبقى ناعم معايا. هبدأ كده ألم حروف الطبق بتاعنا وافرد العجينة كده في الطبق، وبغسل ايدي كده وبالله بلة مية وادهن وش العجينة كده بالمية. هغطي عليها بكيس بلاستيك وبلفها بقماشة، ودفيت طبعا فرن البوتاجاز وطفيته. هدخلها جوه البوتاجاز واسيبها معايا لحد لما تتخمر ويتضاعف حجمها. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. طبعا كده ببدر ايدي بالدقيق وببدأ الم العجينة على بعضيها كويس قوي، وباجي على الرخامة ارش رشة دقيق. وهنا ايدي الاولانية فيها رشة دقيق وايدي التانية فيها حبة دقيق صغيرين. ببدأ اخد كده العجينة وابدأ المها كده نقطة من النص لحد لما دوران العجينة كله يبقى ناعم معايا. وبصوا واقفلها كويس قوي من تحت. ببدأ احطها كده القفلة بتاعتها لتحت والوش الناعم لفوق. برجع اكرر نفس الخطوات بنفس الطريقة. لازم تبدري ايدك بالدقيق وايدك التانية فيها حبة دقيق صغيرين. طبعا كده خلصتهم. ادوني 8 كور من العيش. الصينية اللي بسوي بيها فيها بنزل بمعلقة صغيرة من الزيت وبدهنها دهنة كويسة كده، وبعد كده بركنها على جنب. وبجيب اول كرة قطعتها برش رشة دقيق كده، وباخد الكرة بتاعتنا اقلبها اخلي الوش لتحت والارضية لفوق. ببدأ كده ابططها وبعد كده ابدأ المها. ولازم تقفلي كده الطرف الاخير بتاعها كويس قوي من تحت. بتبدأي طبعا تنفضي الدقيق من عليها، وببدأ احطه في الصينية وبرجع اكرر نفس الخطوات. باخد الرغيف اول كرة اقلبها وبعد كده ببدأ اقفلها كده رول، واقفل كويس قوي طرف العجينة من تحت. وبتبدأي تنفضي الدقيق من على الوش. بسيب طبعا بينه وبين اللي جنبه مسافة عشان لسه يتخمر ويتضاعف حجمه. شايفين الجمال؟ ودي الكمية اللي طلعت معانا. كل اللي هعمله هغطي عليهم بفوطة واسيبهم حوالي من ربع لتلت ساعة يكونوا اتخمروا واتضاعف حجمهم. شايفين الجمال؟ اسهل بكتير من العيش الشمسي وما بياخدش وقت خالص. دلوقتي الفرن البوتاجاز عندي شغال على اعلى درجة حرارة سخن جدا. كل اللي بعمله بدخل الصينية على الرف الوسطاني واخلي النار وسط من تحت
من تحت ومن فوق هادية جدا لحد لما يستوي كويس قوي وياخد اللون من فوق ومن تحت. طبعا حابة كده تبدأي تفتحيه كده من فوق تديله شكل للعيش عادي، حابة تسيبيه زي ما هو برضو عادي. اخد معايا بالظبط ربع ساعة تسوية في الفرن وطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. عملناه في فرن البوتاجاز وطلع معانا هش وخفيف جدا وطعمه حلو قوي ومقاديره مظبوطة، وده كله بس من 4 كوبايات من الدقيق. اول ما بيستوي كده ببدأ اطلعه من الصينية واحطه على فوطة وابدأ كده اغطي عليه واسيبه لحد لما يبرد معايا. شايفين الجمال؟ طبعا وشه مغير كده بسبب الدقيق اللي انا فردت عليه. ممكن تنفضي الدقيق من عليه كويس قوي بفرشة هيديكي وش ولمعة حلوة قوي. طبعا هنا انا بدأت اقطعه كده عشان اوريكم قد ايه العيش معايا طري وهش وخفيف جدا من جوه. شايفين كمان لونه؟ طعمه حلو قوي، تاكلي بيه ملوخية، تاكلي بيه بامية، بيبقى طعمه جميل جدا، ينفع للفطار جنب طبق فول بالسمنة البلدي. شايفين قد ايه هش وخفيف جدا، طعمه حلو قوي في الشكل زي العيش التركي او الخبز التركي، والطعم والملمس بتاعه بطريقة العيش الشمسي. بس احنا طبعا ما فردناش على ردة، احنا فردنا على دقيق. العيش معانا هش جدا. طبعا انا هنا كنت قطعته كده شرايح، لو انت حابة تحمصيه بيبقى جميل جدا. لو حابة تعملي فتة نابت او عندك شوربة لحمة او شوربة بط وحابة ايه تنزلي عليه حبة شوربة فلازم تحمصيه. برصه كده في الصينية واسخن فرن البوتاجاز كويس قوي. بعد كده بدخله على الرف الوسطاني وهدي النار وسط من تحت وهدي النار على الاخر من فوق، وبسيبه بقى بقلبه على الوش ده شوية والوش ده شوية لحد لما بيتحمص وبيطلع بالجمال ده. بتكسريه طبعا، تبدأي تحطيه في طبق وتنزلي عليه بالشوربة، بيبقى طعمه حلو قوي. كمان ينفع تكسريه وتحطيه في كوباية الشاي للفطار الصبح او كوباية اللبن، بيبقى حلو قوي. الوصفة بجد رهيبة، اتمنى تجربوها. بالنسبة للطري ممكن كده بعد ما يبرد ترصيه في اكياس وتفرزيه، وقبل الاكل تطلعيه لو الفرن عندك سخن تدخليه دقيقة بالظبط هتلاقي العيش رجع كأنك لسه خبزاه حالا. اتمنى بجد وصفة النهاردة تكون عجبتكم. اما بالنسبة للي احنا إيه حمصناه جوه الفرن كده، ممكن تسيبيه في كيس بلاستيك بعد ما يبرد كده تحطيه في كيس بلاستيك وتسيبيه على الرخامة عادي وتاكلي منه بألف هنا وشفا. يا رب تكون وصفتي للنهاردة عجبتكم وتجربوها. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله. واتمنى تجربوا كل الوصفات اللي بنزلها لكم. لايك وشير واشوفكم على خير في وصفة جديدة.